ان شاء الله ربحوا اللي طروبوا ان شاء الله وندوزوا للدور المقبل ان شاء الله. فالجواب على السؤال ديالك الأول فهو غادي نحاول أنني نجاوب، ولاني نجاوب بذكاء باش ما تكونش يعني بحال كنبينوا الأوراق ديالنا. حنا مقابلة يمكن لي نقول لك تو سامبلومون بأنها مقابلة حاسمة بالنسبة لنا، بأنها مقابلة مهمة بالنسبة لنا، بأن مقابلة هذه تدينا للدور الموالي، وهذا الهدف الأول اللي جينا عليه أننا ندوزو للدور الموالي. ومقابلة اللي عارفين القيمة ديالها وعارفين بأن ما تكونش مقابلة سهلة. فاللي أكيد هو أننا غادي نديرو المجهودات ديالنا كاملة، وغادي نكونوا إن شاء الله في الموعد بقلبنا بروحنا بالذكاء ديالنا كذلك في التعامل مع مجريات المقابلة وفي التعامل مع الخصم، نقاط القوة اللي عنده نقاط الضعف اللي عنده، باش أننا إن شاء الله بعد 90 دقيقة الكل يكون سعيد إن شاء الله الرحمن الرحيم بالذهاب إلى الدور الموالي ألا وهو الكارت فينال إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لك على السؤال. فالسؤال هذا يوحينا أنني نجاوب على السؤال الثاني ديال الأخ كرده، اللي هو الفريق الخصم أكيد أن عنده قوة كبيرة، عنده نقط قوة كثيرة كذلك، خصوصا بالكرات الطويلة. عنده لاعبين اللي طوال، لاتاكون ديالهم طويل بزاف، عندهم كذلك الدوزيام اتاكون اللي كيدخل كيعتمدوا عليه كذلك، اللي حتى هو كيتمتع بلو جو تيت وكيتمتع بقامة طويلة. عندهم اللاعب رقم 5 اللي كيلعب على الطرف كجناح ايمن اللي كيدخلوه كذلك، واللي كذلك عنده هذه المقومات هذه، انه طويل في القامة كيلعب بالراس. وعندهم لاعبين سراع اللي كيجيو ياخذوا البالون كوم دوزيام بالون. كنظن على ان هذه من نقاط القوة ديالهم، واللي علينا اننا نحتاطوا منها واننا نتعاملوا معها بواحد الطريقه جيده باش نحدوا من الخطوره ديالهم في هذا الباب هذا. كذلك انت كتعرف بالنسبه لاشانيير كما قلتي ديفونسيف، فكل ما كان